بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا بث هيك قصير عن أهمية الصلاة والنية. قبل ما نذكر أهمية الصلاة والنية، الإنسان إذا دعا أشياء تخص الدين الله عز وجل يستجيب له. عندنا مثلا واحد بالعمرة أو بالحج يقول يا رب يكون أموت بمكة، أموت بالحج. سبحان الله، الله عز وجل يستجيب له وما يرجع له ومدفون غادي ويبعث ملبيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة حجة الوداع سقط مع الناقة ورفسته الناقة فقتلته، فقال لا تكفنوه، فدعوه في إحرامه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني بالنسبة إذا شخص مات بمكة أو أثناء موسم الحج، أو هو يدعي مثلا يقول يا رب يكون أموت بمكة، أو إذا بعمرة يروح يدعي أو يدعي أثناء الحج، كن صارت يعني سبحان الله رب العالمين يستجيب له. هاي بالنسبة الدعاء من ناحية دينية. بس احنا قصتنا اليوم عن شخصين سبحان الله كل واحد سكن مات. ليش المسلم دائما يدعي يقول اللهم اسألك حسن الخاتمة؟ أول شخص من أهل منطقة راس الجادة كان يصلي بجامع قضيب البان. كل ما يجي من طال الصلاة طال الموت يقول يا ربي يكون أموت وأنا ساجد. هذا دعاءه على طول، أموت وأنا ساجد. سبحان الله مرت السنين، كل ما يذكرون الموت يذكرون حسن الخاتمة، وهذا يقول اللهم اجعلني أموت وأنا ساجد. ويوم من الأيام بجامع قضيب البان براس الجادة أو باب سنجار، بين المنطقتين يعني باب سنجار العفو، هاي المنطقة بها كان جامع قضيب البان، وكان بالمرقد مع قضيب البان هو نفسه. اي فيقول اموت وانا ساجد. سبحان الله ليلة من ليالي رمضان وبصلاة التهجد اللي نسميها بالعامية التراويح، مات هذا الرجل هو ساجد. سبحان الله. فيشيلوه اللي سمعوا أصدقائه اللي دائما يسمعون الدعاء اللي يدعيه، قال خليه يشبع من هذه السجدة، لأن دائما كان يدعي الله عز وجل يقول يا ربي يكون أموت وأنا ساجد. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني كان يكون شخص يقف يوم، طبعا أكثر شيء تلاحظون دائما يوم الجامع من يخلصون المصلين صلاة الجمعة يطلعون هذول يبيعون تمر يبيعون فواكه، يقفون يوم الجامع والناس تشتري وتروح على بيتها. قسم حاجة أو قسم لا يقول لك يعني ما يخالف يصيب ناجر، طالع من جامع رزقه ويصيب ناجر بها. المهم فكان واحد يبيع خضروات يقف يم باب الجامع بس ما يصلي صلاة الجمعة. طبعا صلاة الجمعة فرض على كل مسلم، ما من أشاره يعني، ما مثل بقية صلاة المكتوبة اكو واحد مثلا يصلي بالبيت ياخذ له حسنة ما ياخذ 27 حسنة، وفي رواية 20 حسنة. المهم كل ما يطلعون من الجامع يشترون منه خضروات اهل الجامع يقولوا يابا تعال صلي معنا الجمعة فرض وهاي وانت مسلم. يقولون بعدين. ومرت سنين طويلة على هذا الشيء. ويوم من الايام الجمعة من الجمع جو شافوا العربانة ما واقفة، هم تعودوا انه كل مرة شوفوا العربانة ما واقفة. يابا وين فلان هذا المخضر اللي يبيع العربانة؟ قالوا يابا خويكم ترى وجعان وبالفراش وما يشتغل وما يجي. فراحوا عليه جماعة هذول اللي يشترون منه، قالوا له فلان شلونك ولا باس طهور ان شاء الله. لاحظوا يعني على احتضار يعني سبحان الله. فقالوا له يا فلان قل لا اله الا الله. قال لهم باللهجة المصلاوية اخواني شدت كافس بدرهم، شدت الكرافس بدرهم، بالسبعينات درهم كثير يعني 50 فلس، الدينار الفلس، فكان شده بوقتها 50 فلس اللي يسموه درهم. يقول له فلان تسمعنا؟ يقول له ايه اسمعكم اخي. يقول له قل لا اله الا الله. يقول له احد اقول لك شدت الكرافس بدرهم. سبحان الله سوء الخاتمه الله يرحمه، يعني التهى ببيع الكرافس والخضروات وهذه، وهاي كانت نهايته، وما نطق الشهاده ما قال لا اله الا الله.
فشوف صورتين سبحان الله، هاي الصورة وهاي الصورة. نسأل الله غفران. بس احنا جبناها يعني أهمية الصلاة، أنه الإنسان لازم يعني أقوى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى تقريبا حافظ النص بالمعنى، يقول يعمل أحدكم بعمل أهل الآخرة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة سوى شبر، فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، ويعمل أحدكم بعمل أهل النار فلم يبقى بينه وبين الموت إلا شبر، فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة. إذن هي حسن الخاتمة، دائما ندعو الله عز وجل كنا حسن الخاتمة. أكو رواية شخص كان مستشفى وأهله ما موجودين، فجوا عليه شافوه يحتضر، فقالوا له شاهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. وثاني يوم جو أهله تبين أنه نصارى هم، سبحان الله نطق بالشهادتين، فجوا عليه ما قالوا لهم يابا هذا ترى الشاهد وهذا صار مسلم، سبحان الله عز وجل خلاه ينطق بالشهادة وهو نصراني. فسبحان الله أهم شيء حسن الخاتمة. يعني كان أحد التابعين من المشايخ يعني الفقهاء جو عليه تلاميذه وقالوا له هاي العصور السابقة الجزء العباسي الأموي، قالوا له يعني تحب الله عز وجل؟ قال لا. قال له هل أنت مسلم؟ قال لا. فهذولا تعجبوا طلاب، وايش حيقول هذا المدرس مالنا والإمام مالنا والفقيه مالنا، هاي وين صايرة؟ فجته سكرة من سكرات الموت، صح من السكرة. قالوا ما ايش فيكم؟ يعني شافوا مضطربين. قالوا يا شيخنا قلنا لك كذا فقلت لنا كذا. قال الشيطان سألني، هو يسمع الشيطان ما يسمعهم. قال له تموت مسلم؟ قال له تموت كافر؟ قالوا لا. قال يدخل النار؟ قالوا لا. فراسا الشاهد قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، نطق بشهادتين ومات. فاذا سبحان الله يعني تحضر الشياطين ويقولوا له موت كافر موت نصراني، بس هذا سبحان الله كان داعية وحسن الخاتمة. هو مرة سمع الشيطان بعدين سمعهم، كان فترة يعني بداية البرزخ وشاهد ومات مسلم. فهذا الله يرحمه اللي يقول يشدد كافس 50 درهم، الله أعلم ما يسمع الشيطان، فالشيطان يلقنه هذا الشيء لأن التهى بالكرافس وما راح على الفرض صلاة الجمعة. الله يرحمه، صلى الله عز وجل أن يرحمه. هذا بس مختصر على الماشي، إن شاء الله ما نكون يعني ثقيلين عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.